في بيان مبادئ العلم، وأما مبادئ المختصة به فالتصورية منها إلى آخره. في هذا القسم من الكتاب بحث حول مبادئ العلم، لأن العلم قلنا هو موضوع والمسائل والمبادئ. بعد ذكر الموضوع يدخل في بيان المبادئ، وبعد يدخل في بيان المسائل. مبادئ كل علم على قسمين: تصورية وتصديقية. مبادئ التصورية يعني أمور بسيطة، أمور اصطلاحات، مثلا مفردات. مبادئ التصورية إما بديهية وإما غير بديهية. في كل علم هكذا، في كل علم موضوع، خصوصا بالنسبة للعلوم البرهانية. لكل علم مسائل، لأن بدون مسائل لا يكون علما. مسائل، أصل العلم هو المسائل، ومسائل للمسائل موضوعات ومحمولات، وكل هذه الموضوعات والمحمولات تبحث حول محور ذلك الموضوع، وهذا هو العلم. فللعلم مبادئ التصورية والتصديقية. مبادئ التصورية في كل علم إما أمور بديهية لا يحتاج إلى أي دليل، أي بيان، أي إثبات، مبينة وبين بديهية بينة. ولذا العلوم لا تحتاج إلى الغير بالنسبة إلى المبادئ التصورية. البديهية بديهية، يعني لا يحتاج إلى البحث. بديهية اجتماعية مثلا قاتل اجتماعية مهار من هذا التصديقية. أن العلوم لا تحتاج إلى الغير بالنسبة إلى المبادئ التصورية غير البديهية. المهم هو أن المبادئ التصورية وغير البديهية يعني غير مبينة، يجب أن تكون مبينة. محل تبيينها هذا العلم، نفس هذا العلم، نفس العلم هو علم آخر، علم أعلى. بالنسبة للمبادئ التصورية لا فرق. المهم هو يجب أن تبين. تبيينها يكون في نفس العلم أو في غير هذا العلم، لا فرق. بالنسبة إلى المبادئ التصورية غير البديهية لا يحتاج أي علم إلى الغير. ممكن أن يبحث حول هذه التصورات نفس ذلك العلم، مثلا في أثناء مسائله، في أثناء مباحثه. بنفسها تتمكن العلوم، بنفسه يتمكن أي علم أن يبين تلك المبادئ التصورية غير المبرهنة، غير البديهية. وأما البديهية هذا معلوم بديهي. أما مبادئ التصورية بالنسبة للعلم الإتقان فهي
عبارة عن تصور الذات و تصور الأسماء الذاتية مثلا أسماء الفعلية مثلا كالأحدية الخالقية الرازقية آمين. وكذا الاسم ماذا معنى الاسم في الإرفاق ماذا كان الصفة الإطلاق التقييد وجود المطلق وجود المقيد وجودات تعينات بالنسبة للوجود المقيد مطلق يجب أن يعلم طالب العلم ويعرف ماذا معنى الإطلاق ماذا معنى التقييد ماذا معنى التعين مثلا هذه الأمور والكلية والجزئية وتصور الفرق بين الكلية والجزئية في الإلفاظ الكلية في الإلفاظ كأنها كلية كل الفعل لا كل المفهوم مثلا والتصور تصور النسب بين الأسماء وهذه الأمور هذه مبادئ تصورية بالنسبة للإلفاظ. في العلم الإلهام بالنسبة للمبادئ التصورية لا يوجد أي إشكال أي مشكلة يعني أي صعوبة لأنها إما بديهية ومعلومة وإما نظرية. هذه المبادئ التصورية النظرية يعني غير البديهية تبين في نفس العلم ولا يوجد أي مشكلة. مثلا بالنسبة للقرآن لا ليس هذا يعني ابتداء الكلام لا نذكر مثال كثيرة إن شاء الله اليوم ليست مبادئ التصورية. مثلا في القرآن مثال أولا لا يوجد هناك أي علم كما ذكرنا أعلى من الإلقاء حتى مثلا يبين موضوع علم الإلقاء مثلا موضوع علم الإلقاء من مبادئ التصورية. مبادئ التصورية يجب أن يبين علم أعلى ويوصي إلى هذا العلم الصافي وهو يبحث عن عوارض ذاتية. لا يوجد هناك علم أعلى من الإلقاء. أي علم يجب أن يبحث عن موضوع هذا العلم هو نفسه يجب أن يبحث. وذكرنا ما كنتم عنكم ما كنتم ليس لتفسير وذكرنا أمثلة قبل أمثلة تفصيلا. هذا لا إشكال لا ينافي أن يكون الشيء بالنسبة للشيء يعني تغاير ما بينهما تفصيلا ذكرنا. مثلا في القرآن أعلى من الإلقاء ممكن أن يبين بعض المبادئ التصورية في القرآن. هذا مطلب آخر يجب أن إن شاء الله نشوف. في نفس القرآن نرى مثلا في القرآن ذكرت في القرآن كثير من الأسماء. في القرآن يوجد كثير من الأسماء الإلهية وذكرنا في القرآن يوجد 114 اسما من أسماء الله سبحانه والأحكام والنسب المرتبطة إليها. ولذا نرى أن آية تذكر اسما أو اسمين في آخر الآية. جاء اسم أو اسمين
في آخر الآية نفهم من هذا الاسم الواقع في آخر الآية أو هذين الاسمين الواقعان في آخر الآية أنما جاءت في الآية تأكيد وبسط وشرح وتفصيل ومظهر بالنسبة لهذه الأسماء التي وقع في آخر الآية. والاسم إذن هكذا الاسم في آخر الآية علامة وآية أن في هذه الآية توجد معنى هذا الاسم شرح هذا الاسم ونفس الآية مجموع آية تشير ونفهم من مجموع الآية معنى ذلك الاسم ونفهم من هذا الاسم ومعناه بمنزلة كبرى بالنسبة إلى مفهوم الآية مفهوم مجموع الآية. يعني كل شيء من المبادئ التصورية والتصديقية توجد في نفس القرآن. هذا مطلب يعني ذكرنا مرارا وإن شاء الله أسلوب تفسيرنا هكذا يكون يعني قسم من أسلوب تفسيرنا هكذا تفسير القرآن بالأسماء وشرح الأسماء بالقرآن هذا هو أسلوب تفسيرنا. ولذا في نفس القرآن بالنسبة إلى معارف القرآنية توجد مبادئ تصورية مبادئ تصديقية كذا في كل القرآن يعني مبادئ تصورية كثيرة. الأسماء مثلا الأسماء ومسائل القيامة مسائل النبوة النبي مثلا النبي التوحيد هذه الأمور. ومبادئ تصديقية إذن كذلك اعتقاد بأن الله واحد الله هو الله قل هو الله أحد قل هو الله أحد أو تصديقه. ولكن أحد مبادئ تصورية الله مبادئ تصورية. أين تفسر هذه المسائل؟ أي علم أي كتاب أعلى من القرآن حتى يشرح هذه المبادئ التصورية وهذه المبادئ التصديقية. فلذا يجب أن نجد هذه المعارف في نفس القرآن. وهذا دليل آخر أو من أدلة أن القرآن يجب أن يفسر بنفسه. يفسر بعضه بعض يبين بعضه بعض. هذه المبادئ التصورية من الأسماء الإلهية ومطالب أخرى يعني تصورات الأخرى مفردات الأخرى في القرآن كثيرة والتصديقات إذن كثيرة القيامة كذا النبوة كذا الإنسان كذا مثلا الملائكة كذا وتصديقات كثيرة. لا يوجد هناك أي كتاب أعلى من القرآن حتى نفهم منه ونجي إلى نعم. بالنسبة إلى مقدمة بعنوان المقدمة بعنوان كسب الاستعداد هذا صحيح. هذا ذكرنا أيضا مرارا هذه العلوم الفلسفية عقلية خصوصا حكمة المتعالية والإرفان هذه كلها مقدمة. إنسان يجب أن يكسب من هذه المقدمات استعداد فهم القرآن. يجب أن يكسب استعداد فهم معارف أهل البيت هذا مقدمة. ولكن أفضل شيء في تفسير هذه المفاهيم في تفسير هذه المعالم هذه المبادئ التصورية في فهم القرآن مبادئ تصديقية في تفسير القرآن ونفس القرآن تبيان كل شيء من كل شيء ونفسه تبيان كل شيء تبيانا لكل شيء من الأشياء ونفسه من الأشياء ومبادئ تصورية
مبادئ التصورية من الأشياء المبادئ التصديقية يجب أن نراجع إلى نفس القرآن حتى نفهم هذه المبادئ التصورية والتصديقية، ولكن هناك يحتاج استنطاق القرآن، يحتاج حتى القرآن يحكي لنا، ينطق لنا. هذا مهم. استنطاق القرآن مهم، لا قراءة القرآن، لا تفسير القرآن، لا، هذا مرتبة استنطاق على نحو القرآن ينطق ويحكي بالنسبة له معانيه ومراتبه ظاهره وباطنه ولا إله إلا. والعرفان إذا أحيانا هكذا، عرفان مثلا في القرآن بالنسبة إلى بعض الآيات، آيات الغفران، آيات المغفرة بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمتقين، بالنسبة للمذنبين أو ألا. ويجي في آخر الآية الأسماء مثل الغفار، الغفور، الكريم، الرؤوف، الرحيم، هذه الأسماء. وبالعكس بالنسبة إلى الآيات التي هو يحكي عن هلاك أقوام مختلفة، هلاكهم. مثلا يجي في آخر الآية القهار، مثلا العزيز، الغفار، القهار، الغفار، العزيز، المنتقم. هذا بالنسبة للمبادئ التصورية في العرفان. وأما بالنسبة للمبادئ التصديقية بالنسبة لأي علم لا فرق، أي علم عبارة عن القضايا، القضية موضوع ومحمول والحكم بينهما والنسبة بينهما، هذا يكون من مبادئ التصديقية. عبارة عن قضايا التي بها تسقط محمولات المسائل لموضوعاتها. هذا إذن على قسمين: بديهية وغير بديهية. غير البديهية، بديهية معلومة. غير البديهية لو كانت مربوطة إلى موضوع علم يجب أن تسقط في علوم أعلى. بالنسبة للمبادئ التصديقية هكذا يجب أن يسقط هذا المبدأ، هذه المبادئ تسقط في العلوم، في العلم الآخر، في العلم الآخر الأعلى من ذلك العلم. وأما بالنسبة للإنسان که لا يوجد هناك أي علم أعلى، وأما بالنسبة للإنسان بما أنه لا يوجد هناك العلم أعلى منه، فنستر أن نبحث في نفس الإطار بالنسبة للمواد التصديقية. هذا من باب استراء، البته هناك توضيح آخر يمكن. هذا مطلب إن شاء الله سيأتي مثال أخرى. ولذا هذا هنا في مبادئ العلم، في بيان مبادئ العلم بعد ذكر الموضوع والإشارة إلى مسائل العلم الإنسان، ولا بحث عن مسائل العلم الإنسان سيأتي إن شاء الله. ولكن في تلك الأسئلة والأجوبة أيضا أشار إلى مسائل علم الإنسان. الآن يشير إلى مبادئ الإنسان، وكما ذكرنا المبادئ تصورية وتصديقية. تصور أسماء الذاتية لرب العالمين وغير أسماء الذاتية من أسماء الصفات، أسماء الأفعال، أسماء النسب والإضافات والأسماء الإضافات، مثلا هذه الأمور مثل أصحاب الإضافات، مثلا الرازق،
الرازق يجب أن يكون مرزوق حتى يطلق على الذات هو الرازق. هذا من الأسماء الإضافية. الرازق بدون المرزوق لا يمكن شيء رازقا بدون مرزوق، لا يتحقق صفة الرزق، صفة الرزاقية. نعم إضافات على قسمين: إضافات المحضة و غير المحضة. إضافات مثلا من قبيل الإضافات الإشراقية والنورية، ومن قبيل غير النورية يعني من قبيل الفقرية مثلا. وهكذا هذه الأمور تصور أسماء الذاتية والأسماء أيضا حقيقية محضة، حقيقية إضافية، إضافية محضة. هذه الأمور كلها من التصورات، من مبادئ التصورية في الإرفان. مبادئ التصديقية إذن هكذا. مثلا ممكن أن تراجعون بعد في الإشارات في المجلد الثالث في النمط السابع في الفصل السابع. هنا يقول الشيخ: تنبيه وإشارة: قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه. هذا الفصل يشتمل، هذا عبارة الشيخ: قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه. يقول الخواجة: هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات إلى أصنافها وبيان ما يتغير منها بتغير الأمور الخارجية عن ذات الموصوف وما لا يتغير. يعني كما قسمة تتغير بتغير الأمور الخارجية وما لا يتغير الأمور الخارجية، يستدل لذلك على نفي صفة الصنف الأول عن الواجب الأول، يعني عن الله سبحانه وتعالى. يريد أن ينفي الصفات التي لا يتغير بتغير الأمور الخارجية. هذه الأمور، هذه الصفات لا توجد في ذات الله سبحانه وتعالى. وتلك القسمة يقول الخواجة: الصفة إما أن تكون متقررة، يعني الحقيقية المحضة، إما أن تكون متقررة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره مثل الحياة، وإما أن تكون مقتضية لإضافته إلى غيره، هذا مثل الخالق مثلا، الرازق، وليست من متقرره في ذاته. يعني وإما أن تكون مقتضية لإضافته إلى غيره وليست بمتقررة في ذاته. هذا إضافة محضية. إضافة محضية لا توجد في ذات الله سبحانه وتعالى. وإما أن تكون متقررة ومقتضية للإضافة معا. هذه المتقررة حقيقية ومقتضية للإضافة، يعني حقيقية ذات إضافة، فهي تنقسم إلى ما لا يتغير بتغير المضاف إليه مثل القدرة، وإلى ما يتغير بتغيره مثل العلم بالزيت، العلم بعمل مثلا يتغير بغيره. وهذه 4 أصناف وتفصيله هناك راجع. وأيضا في تعليقات الشيخ، قلنا تعليقات الشيخ كتاب لطيف في صفحة، هذا كتاب مصر، في صفحة 187 يقول: صفات الأشياء على 4 أصناف.
أحدها كما يوصف الإنسان بأنه حيوان وجسم، وهذه الصفة ذاتية له وشرط في ماهيته، وليس هذه الصفة له بجعل جاعل، بل هي ذاتية له فلا سبب لكونه صفة له، فذلك مفترض في جميع الذاتيات. هذا. والثاني كما يوصف الشيء بأنه أبيض، فإنه صفة أعراضية، ويوصف الشيء بالبياض لوجوده فيه وهو غير ذاتي له. هذا ثاني. والثالث كما يوصف بأنه عالم، فإن العلم هيئة موجودة في النفس. هذا على المشهور. كما يوصف بأنه عالم، فإن العلم هيئة موجودة في النفس معتبرا معها الإضافة إلى أمر من خارج معلوم، يعني وهو المعلوم، فالعلم أمر من خارج كالبياض في الجسم، إلا أنه يخالف البياض، فإن الأبيض لا يسير بالبياض مضافا إلى شيء من خارج، والعالم يسير بهيئة العلم مضافا إلى أمر من خارج وهو المعلوم. هذا ثالث. والرابع مثل الأب واليمين بالنسبة لليسار، أب بالنسبة للإيه فوق وتحت مثلا، هذه الأمور الذاتية. والرابع مثل الأب واليمين، فإن الأبوة ليست هي هيئة توجد في الإنسان ثم تعرض لها الإضافة كما كان في هيئة العلم، وكذلك الأمر في التيامن، بل هو نفس الإضافة في الخارج يد، هذا يد هذا يد، أما اليمين واليسار أي شيء، يعني هذا إضافي محض، بل هما نفس الإضافة لا هيئة تعرض لها الإضافة. وها هنا صفات خارجة عن هذه الأربعة، وهي بالحقيقة لا صفتية كما يوصف الحجر بالنبات. ليس هذا صفة عدم ملكة هنا، فليس مثلا النبات إلا امتناع وجود الشيء حياة في الحياة إلى آخره. هناك تفصيل في الصفات الأربعة وأكثر شيء هناك التعليقات يراجعون إن شاء الله. على أي حال إلى هنا أشرنا هذه المطالب، وإن شاء الله سنشير غدا أكثر بالنسبة للمبادئ الإنسان ومبادئ التصورية ومبادئ التصديقية. كل ما في مبادئ التصديقية مثلا كل ما يعرض ثم كل ما بالعرض يجب أن ينتهي إلى ما بالذات، وهذه قاعدة تشمل لكل تصور وتصديق. المبادئ يجب أن تكون إما بينة وإما مبينة. مبادئ تصديقية هذا سر التقسيم. لماذا نقول مبادئ تصورية إما بديهية إما غير بديهية، مبادئ تصديقية بينة مبينة غير مبينة، بديهية غير مبينة؟ لهذه القاعدة كل ما في الأراد يجب أن ينتهي إلى ما بالذات. هذه القاعدة تشمل لكل تصور وتصديق. المبادئ يجب أن تكون إما بينة وإما مبينة. لا يمكن أن تحصل المجهول عن المجهول، لا يمكن. يعني بالمبادئ التصديقية نحن نفهم وندرك مطالب مختلفة في العلم، لو كان هذه مجهولة كيف يمكن أن نعرف من المجهول مجهول آخر؟ كيف يقيد النائم النائمة؟ هكذا كيف يقيد النائم النائم؟ يوقظ صحيح، هذا يوقظ النائم خفت لا خفت كي يكون إيدار. هذا مثلا معروف الفارسي، كيف خفت لا خفت كي يكون إيدار النائم، كيف يوقظ النائم الآخر. هكذا مثلا. نعم،
يجب أن يكون هناك مواد تصورية بديهية، مواد تصديقية بديهية، حتى يكون أساسا مبنى لأن نعرف ونصدق مثلا سائر المبادئ و يصير مجهولات معلومات. لو لم تكن هناك مبادئ تصورية بديهية غير بديهية مجهولة، لو لم تكن هناك في العلم أي علم مبادئ تصديقية بديهية، كيف يمكن أن تكون المجهول طريقة كشف، طريقة أن يصير المجهول آخر معلومة؟ لا يمكن. المجهول لا يمكن أن يكون، لا يمكن تحصيل المجهول عن المجهول. هذا نقرأ إلى الورق قليلا أو كثيرا. في مبادئ بيان العلم، وأما مبادئ المختصة به مختصة بعلم الإنسان على لكل علم مبادئ تصورية وتصديقية بديهية غير بديهية. أما بالنسبة للإنسان فأما مبادئ المختصة به فالتصورية منها هي تصور أمهات الحقائق اللازمة للوجود. أمهات الحقائق اللازمة للوجود يعني الصفات، الأسماء كلية كما ذكرنا، أمهات الأسماء، أمهات الصفات نعم معدودة محدودة. وأما سائر الأسماء والصفات الجزئية كثيرة جدا غير متناهية. وأما أمهات الأسماء وأمهات الحقائق أمهات الصفات نعم معدودة 7 مثلا أو 70 أو 100 على أي حال هكذا، يعني كل عدد يشير إلى مرتبة من الأسماء. أمهات الأسماء الأسماء الكلية مثل الحياة، الحي، هذه الأسماء 7: الحي، القادر، العالم، الخالق، المريد، السميع، البصير. هذه 7 يقال لها أمهات الأسماء. وأم الأئمة يا أئمة الأسماء، وأم الأئمة إمام الأئمة الحي إمام الأئمة. يعني الأسماء بمفردها مبادئ تصورية أسماء الله، أقلا أمهات الأسماء. التصورية منها يعني المبادئ المختصة بالإظهار هي تصور أمهات الحقائق اللازمة للوجود، يعني الأسماء الكلية. بالنسبة للآثار تفصيل في مصباح الغوث في أوائل مصباح في صفحة 12 مثلا هناك، وفي نفس النصوص الجمال كان عندي نفس النصوص هنا في نجف، فإلا قراءة من نفس النصوص كان أكثر. على أي حال مبادئ التصورية بالنسبة لعلم الإلحاد هي هذه الأسامي، أسماء الله، صفات الله، وأقلا تصور أمهات الأسماء 7 مثلا تصور أمهات الحقائق اللازمة للوجود الحق سبحانه وتعالى المسمات عند القوم بالأسماء الذاتية. هذه أسماء كلية. فما يليها من الأسماء من أسماء الصفات ثم أسماء الأفعال
مثلا الخالق، الرازق، الشافي كما ذكرنا. مثلا الشافي تحت الرازق، الرازق تحت الخالق، الخالق تحت القادر، القادر تحت الحي، هكذا. يعني كلية بالنسبة إلى الجزئية وجزئية بالنسبة إلى الكلية في كل مرتبة هكذا. أسماء الذات وأسماء الصفات وأسماء الأفعال، هذه هي تصورات، يعني مبادئ تصورية في علم الإرفان. لأن موضوع علم الإرفان هو الحق، هو الوجود المطلق وذات الأحدية، وأسماؤه وصفاته الفعلية الذاتية تكون مبادئ تصورية بالنسبة إلى هذا الموضوع. وأسماء النسب والإضافات الواقعة بين كل منها كما ذكرنا. مثلا هناك 4 أصناف في الإشارات، في التعليقات، في سائر كتب الأسماء وكذا. أسماء حقيقية محضة أو حقيقية إضافية أو إضافية محضة وهكذا. ومن الأسماء النسب والإضافات الواقعة بين كل منها يعني كل من الأسماء الحقيقية المحضة مثل الحي، الحياة، لا يوجد هناك أي إضافة، الحي. أما بالنسبة للقدرة المقدور وبالنسبة للعلم المعلوم، ففرق بين القدرة والعلم. القدرة ولو لم يكن هناك مقدور هو قادر، ولكن لو لم يكن هناك معلوم هو عالم. فرق، يعني هذا فرق أدنى فرق بين العلم والقدرة. ولو أنه في روايات جاء هو عالم إذ لا معلوم، عالم إذ لا معلوم، هذا في رواية. نعم، هذا عالم إذ لا معلوم، هذا إذ لا معلوم يعني بالنسبة للمعلومات الخارجية، خارجة عن الذات، يعني بعد مرتبة عيان الثابتة. يعني مثلا الحيز المقدس العالم، وأما هو علمه عين ذاته وعلمه التفصيلية، علمه التفصيلية معلومات، وهذه المعلومات إذن عين ذاته في سوء الذات. على أي حال فرق، إن شاء الله سيأتي هذا المثال، فرق بين القدرة والعلم، فرق بين القدرة والعلم. ولو لم يكن هناك مقدور وقادر، ولكن بالنسبة للعلم هناك إحتاج، العلم يحتاج إلى معلوم هذا مثلا. أما الرازق الشافي لا يكون ذلك مريض، تريدون أن تدعون اللهم اشف كل مريض، أي مريض؟ لا يوجد مريض. الشافي يحتاج إلى مريض، ولذا وجود المريض ضروري. وهنا حكمة، الشافي من أسماء الله، والشافي يسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أزهرني، اللهم أزهرني. يجب أن يظهر الشافي، يجب أن يظهر الشافي. ظهور الشافي عندما يشفي المريض، يحتاج هناك أن يوجد مريض والله يشفيه. ولو لم يكن هناك مريض، الدكتور كيف يأخذ اليبين الخبز؟ هذا إذا من مظاهر شفاء الشافي، يعني كل شيء حكمة في كل شيء، حكمة في كل شيء.
فلذا قال لموسى عليه السلام قال يجب أن تذهب إلى الدكتور إلى الطبيب مثلا ماذا؟ حتى تستشفي. أنا الشافي أنا، ولكن هذا العالم فيه حكمة، هناك أدوية، هناك أطباء، هناك كذا وكذا. أنا الشافي ولكن بيد الطبيب، يجب أن تراجع إلى الطبيب. أنا الشافي لا هو الشافي، هو الوسيلة، لكن أنت مريض يجب إلى ذهاب إلى الطبيب. هذه النباتات كثيرة جدا في البر والبحر في الصحراء، كلها نباتات أدوية، تعرفون هذا مظهر الشفاء. الشافي مظهرها، مظهر الشافي هذه النباتات، هذه الصيدليات كلها مظهر الشفاء. علم الطب مظهر الشفاء، الأمراض مظهر الشفاء، والمريضات المريض جمع مريض ماذا؟ مرضى مثلا كله. على أي حال لكل حكمة لكل اسم ظهور، وللشافي أيضا ظهور. الشافي من أسماء الفعلية تحت الرازق. تحت الرازق الشافي أيضا رزق. الشافي يرزق الشفاء لهذا المريض ولا يرزق هذا المريض. رزقه شفاء ولا رزقه شفاء. تحت الرازق، والرازق تحت الخالق، وهكذا تحت القادر وهكذا يعني. وما يليها من أسماء الصفات، ثم أسماء الأفعال وأسماء النسب والإضافات الواقعة بين كل منها. والتصديقية منها هي الحكم عليها بثبوتها في نفسها، يعني هلية البسيطة، أو بثبوت بعض لوازمها لها، يعني هلية مركبة. فلا ينقيل أتمة الكلام إن شاء الله غدا، ولهذه المطالب إذن مطالب إخلاص إن شاء الله غدا.